مرحبا رمضان. السلام عليكم، يا اهلا بكم متابعين اغاني. شلونكم؟ شلون صحة؟ طبعا ان شاء الله رجعنا لكم بحلقة جديدة، بس قبل بداية الحلقة خلونا نصلي على اشرف الخلق سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اسكو على الفيديو. فشبابنا الطيب، اليوم ان شاء الله عندنا تفاصيل برنامج رامز جلال. طبعا يعذرنا يا رامز جلال، السنة ما قدمت ولا فيديو عليه. كل سنة ننزل 5 فيديوهات 7 فيديوهات 10 فيديوهات ويا الضحايا مال رامز، بس السنة للأسف ما سويت، لأنه شوفوا يعني كل سنة هو رامز ما يعلن عن اللقب الأسبوع على البرنامج، فليش أقعد أدوخكم وأقول لكم هيك اسم البرنامج ومتوقع ومحتمل طبعا هو كل أصدقائنا بالمحتوى الرمضاني، حيث من مصر، من العراق، من أي مكان بالعالم، أصدقائنا من المحتوى الرمضاني إنه يعرضون بس توقعات فقط، لا يقول لك هذا اسم حقيقي. مثلا يقول لك مثل هسه اللي كاتب لك برنامج رامز 5 نجوم، هذا مجرد توقع، هذا مو اكيد، واصلا مو اكيد، واصلا مو اكيد اسم. بس انا خليت هذا الاسم وخليت هذا شنو البرومو، خليت هذا الاسم على الفيديو حتى تجي وتشوف الفيديو وتركز وياي حتى نعرفك على تفاصيل برنامج رامز. ليش انا دا تعبه؟ كان يقولوا لي ليش ما سويت على رامز؟ بنيه سالتني والله العظيم، فليش دا اتعبكم انا يا شباب الطيبه؟ يعني اقعد اتعبكم وساعتين وما اعرف شنو رامز هيك وماكو، يعني هو اسمه رامز قبل اسبوع، ما حد يعرفه مستحيل الا قبل اسبوع واحد. اهل الرامز، ابن الرامز ما يعرف اسمه، هو بس هو رامز يعرفه الاداره مال التصوير والممثلين فقط يعرضون شنو يعرفون اسم البرنامج. فليش دا دوخك؟ فكل مثل ما قلت لكم كل اصدقائنا بالمحتوى الرمضاني هم يعرضوا لك فقط توقعات ومواقع التصوير ولا غير، يعني ما يعرض لك الاكيد، ما يعرض لك الاسم يقول لك هذا اسم اكيد، لا مو مؤكد، هو مجرد توقعات. تحياتنا لكل اصدقائنا بالمحتوى الرمضاني. طبعا شوفوا اليوم جبنا والله العظيم قلاص مال حب طانياه بالمحل. طبعا هو شوفوا مكسور، والله انا رحت اجيب دمام رمضان على السحور، فلقيت عندنا هذا الحب فشوف مكسور، فطين طانياه والله العظيم هديه ببلاش، فرحم الله والديه، وحطينا بيه ماء شوي نشرب. طبعا حتى المي مالته يصير صحه والله العظيم. وهذا راح اجيب ترمز ان شاء الله مال الحب ونشوف لكم اياه برمضان، نحطه برا حتى تقعد الصبح تلقاه ثلج ان شاء الله. فوكي خلينا نبلش تفاصيل برنامج رامز جلال. طبعا اولا الاسم مو رامز 5 نجوم، مستحيل، هو ماكو اسم، بس انا حطيت لكم هذا الاسم حتى تدخلون على الفيديو وتعرفون التفاصيل، فخلي بالك فيها وخلي وركز عليه شنو راح اسولف. طبعا اليوم ان شاء الله رامز جلال. طبعا اول شيء حنذكر لكم موقع التصوير، مثل ما قلت لكم الاسم مو مضبوط، والاعلان الرسمي الرسمي انعرض قبل يومين من شهر رمضان او 3 ايام بالزايد، فماكو غير هالكلام، ماكو. قبل اسبوع من رمضان يعرض البوستر الرسمي للمسلسل، شنو المسلسل، للبرنامج، او قبل اسبوعين يعرضون بس البوستر الرسمي للبرنامج، ما يعرض لك الاسم، يقول لك سون بدنا نصور. ورا اسبوع يعرض لك الاسم، يقول لك هذا هو اسم البرنامج. بنفس العام رامز موفي ستار عرض الاسم وقال رامز موفي ستار انتظرونا ان شاء الله. فانعرض قبل اسبوع البوستر بالشوارع، وبعدين رامز نشره على الصفحه مالته الرسميه بكل الفيسبوك والانستغرام والماسنجر وتويتر، كل الصفحات الرسميه على السوشيال ميديا، المهم شو ما كان. فهو رامز جلال يعرض على كل مواقع، على كل حساباته بالتواصل الاجتماعي اعلان البرنامج او البوستر الرسمي للبرنامج. فبعدين تقريبا قبل رمضان بيومين او 3 ايام ينعرض الاعلان الرسمي على كل قنوات الام بي سي ان شاء الله، ما عدا قناه ام بي سي دراما ما تعرض هذا المسلسل، وام بي سي 1 تعرضه، وام بي سي العراق تعرضه، وام بي سي 5 تعرضه، او ام بي سي 5 اللي مغربيه. تحياتنا للمغرب وكل اخواتنا المغربيين. رامز جلال اولا موقع التصوير ان شاء الله في السعوديه. تقريبا رامز صار له 3 سنين يمثل بالسعوديه. برنامج رامز عقله طار بالسعوديه، برنامج رامز موفي ستار بالسعوديه، برنامج رامز جديد هو موجود في السعوديه وتحديدا بالرياض، ورسميا رامز موقع التصوير في الرياض رسميا. وطبعا اعلنوا عن الضحايا الموجودين ايضا، راح نقول لكم بالفيديو القادم ان شاء الله. وطبعا رامز السنه راح يدور احداث البرنامج حول محيطات وبحار وما اعرف شنو، جزيره، ما اعرف والله سمعت هيك انا، جزيره وبحار، فراح يخوض الضيف وما اعرف شنو. والسنه البرنامج ان شاء الله حيكون قوي جدا، لانه بعد الفشل اللي حققه رامز باخر 2 سنين من برنامج رامز موفي ستار
وبرنامج رامز عقله طار للاسف تذني كان موشي، بس رامز بجون رسمي كان اقوى برنامج الرامز رسميا، هذا يعني ما اكو به. هو ورامز عن خامون كان يخبر ب 2013 ما ادري ب 2012 تقريبا عرض. فالمهم ما علينا من هالسوالف. فموقع تصوير البرنامج راح يكون في الرياض في السعوديه رسميا، وتدور احداثه حول بحار ومحيطات، والله ما اعرف ايش سمعتوا جزيره. ورامز جلال انه يقولون انه راح يستضيف كريستيانو رونالدو، فما اعرف هل الخبر صحيح او لا، بس الخبر مؤكد بنسبة 50%، لانه يعني تقارب كبير بين رونالدو، او يكون رونالدو هو الشريك الرسمي لرامز جلال اعتقد يعني، لانه رامز يعني ما شاء الله كل سنة يجيب ضيوف كبار وياه بالبرنامج حتى يقنع الضيوف اللي يجون. فرامز العام جاب فان دام، فبتوقع يعني ليش ما يجيب كريستيانو، يجيبه بس عبد الفلوس الراد له والله العظيم. فرامز جاب اعتقد قالوا انه كريستيانو موجود بالبرنامج مع رامز جلال، او يكون ضحيه او يكون وياه بالبرنامج. وطبعا شلون تقول لي شلون يجيب كريستيانو، لانه كريستيانو هو موجود حاليا بالسعوديه بالرياض، بما انه هو انتقل لنادي النصر السعودي، فموجود هو بالسعوديه. احتمال يعني والله ما اعرف، يعني احتمال هذا ب 50%، مو تقول لي ليش ما جاب كريستيانو. فخلصنا من هذين المواضيع، وهذا البرنامج ان شاء الله نفس كل مره راح ينعرض على قناه MBC مصر، اول قناه تعرض الهلال، بعدين MBC 1، بعدين MBC العراق، وطبعا هن 3 قنوات يعرضن، وايضا MBC 5 المغربيه يعرضن هذا البرنامج ان شاء الله. فرسميا خاف احد يسالني اكو برنامج رامز، رسميا رامز جلال حاليا دي يصور ببرنامجه، وايضا قبل اسبوع من رمضان راح يبدي بتصوير التتر مال بدايه البرنامج او المقدمه مال البرنامج والنهايه، قبل اسبوع راح يتم تصويرها. فرامز جلال رسميا في رمضان 2023 على قناة MBC مصر وMBC العراق وMBC 1 ان شاء الله وMBC 5 المغربية. فرسميا رامز جلال موجود في رمضان 2023. خاف احد يسألني، موجود رامز وحاليا قاعد يصور بالبرنامج بمرحلة سون يعني التصوير بعدهم ان شاء الله، وان شاء الله يتم على خير. ورامز ان شاء الله السنة اتمنى له التوفيق، والله العظيم هذا الانسان صار له تقريبا 13 سنة بالبرنامج، والله العظيم بسبب حب الجمهور له يعني، ولا ماكو جمهور ما كمل، بس رامز مستمر ما شاء الله. والله هو يقول انا ما اوقف على البرامج الا الله ياخذ امانتي، الله اوقف على البرنامج. يقول ما اوقف انا قد ما تتوقعون، والله العظيم من سلوح احد القنوات قال قد ما تتوقعون انا ما اوقف على المقالب، لانه هي المقالب تمشي بدمه وتعلموا على المقالب وبرامجه، والله العظيم انا احبها. اكو ناس صدق الضوج منه، بس انا ما والله العظيم رامز جلال من انا وصغير اتابع برامجه، والله العظيم واحبه هوايه. تحياتنا للفنان الكبير المبدع والمتألق رامز جلال، تحياتنا لكل الشعب المصري والله العظيم. لانه اذا تسالني عن الفن، هو الفن بدا من مصر الحبيبه. فاوكي ما اريد نطول بهذه السوالف. فرامز جلال في رمضان 2023 في الرياض في السعوديه ان شاء الله. وهذه كانت نهايه الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. والاعلان الرسمي لبرنامج رامز جلال راح ينزل ان شاء الله قبل 3 ايام من رمضان على MBC العراق، والبوستر الرسمي قبل اسبوع من رمضان ان شاء الله رسميا وماكو نقاش. وان شاء الله قنوات MBC راح تبدا عرض اعلاناتها في هذا الاسبوع، خلال هذا الاسبوع الجاري، والمفروض الجمعه تنعرض بس للاسف ما عرضوا، فخلال هذا الاسبوع الجاري ان شاء الله تعلن اعلاناتها ان شاء الله MBC العراق وMBC 1 وجميع قنوات MBC. فان شاء الله انتظرونا غدا قامت مسلسلات رمضان MBC على MBC العراق ان شاء الله رسميا. فوقي هذه كانت الفيديو، تحياتنا للفنان الكبير رامز جلال، وان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه. ظلوا بخير، رمضان كريم ما بقي له بس 19 يوم ان شاء الله يهل علينا بالشهر الفضيل بالخير والطيبه والمحبه ان شاء الله والبركه وان شاء الله. فوق هذه كانت الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. سلام، ظلوا بخير حبايبي الغاليين، بس كل مره والله العظيم هذا منعش. الله هذا برمضان نحط لي شربت ونصور البرنامج اللي وعدتكم به، ما حد يعرف بس انا اعرفه والله العظيم. رمضان أهلا